هو فعلا الغالي تمنه فيه؟ خلينا نشوف. زي ما اتكلمنا عن الموناكو تشين وعجبكم قبل كده، عندنا براند تاني ومعروف بستايلاته التحفة والجميلة واسمه إينوفا. وإينوفا ده موجود عندنا من زمان، بس احنا ما كناش بنعمل له فيديوهات. بس المرة دي انا جايب لكم شوية تحف من الشركة دي. البراند ده بيعمل مجوهرات منفوخة بتقنية الهولو. ميزتها ان شكلها بيبقى كبير جدا، بس في الحقيقة هي وزنها خفيف خالص. يعني لو شفت اي انسيال من انسيالات دول وزنه 6-7 جرام، المصري بتاعه لو عملناه مش هيقل عن 15-17 جرام. ولو الكوليه عامل 10-11 جرام، المصري بتاعه مش هيعمل اقل من 25-30 جرام. بس طبعا لما هنيجي لحته المصنعيه، إينوفا يعني مصنعيه غاليه، لان الناس اللي بتشتري الإينوفا عارفين ان كل قطعه بيشتروها هي ماستر بيس وحاجه يونيك موجوده في الكوليكشن بتاعك. يعني مش حاجه بتغيريها كل يوم، دي بتقعد معاكي فتره كبيره، لانها مصنعيتها غاليه ولانها موضه وشكلها جميل ومش هتروح عليها ابدا. ويا جماعه خطيره في الايفنتس، خطيره في المناسبات، هتخلي العين اكيد عليكي. وعشان كده بنقول الغالي تمنه فيه. وبس كده، اكتبوا لنا انتوا بقى في الكومنتس، اشتريتوا اي حاجه من شركه إينوفا قبل كده؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.